هل هناك الجديد في رادس؟ على ما يبدو الافريقي يسجل هدف ثالث. نعم، خطأ، خطيرة 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 خطيرة. هدف لم يكن في البال، هدف لم يكن متوقع، هدف نعم ياتي في لحظة حاسمة وفي لحظة فارقة. هنا سيميون ساكين يفاجئ الرباطي. معليش هاتوها من الشباك، معليش عندنا الوقت يلفس، هاتوها من الشباك، عندنا 45 دقيقة ثانية. خطأ فادح من أيمن مجيد، كرة وحيدة لأيمن، اختبار وحيد لأيمن، عرضية هنا سوء تقدير. هذا الخطأ شفناه كثيرا في مباراة كامبالا، هذا الخطأ شفناه كثيرا، يعني نسخة كربونية لهدف كامبالا الثالث، يعني وكأن يستحضرون شريط مباراة كامبالا سيتي. دخل علينا هدف ثالث من كامبالا بهذه الصورة، هو يتكرر السيناريو. إذا الفتح الرباطي لم يصلح أخطاءه، لم يصلح مشاكله على مستوى الدفاع، وهنا يتكرر مرة أخرى نفس السيناريو. عقاب النيجيري في هذه اللحظات الذي يخلق المفاجأة. حتى الآن 1-0، ولكن لنا الثقة في الرباطيين من أجل تعديل النتيجة. هي كرة للفيس، هي مراوغة، هي عرضية، وين إمكانية للتسديد. ضاعت يسكوما مرة أخرى. يسترجع الرباطيون، تمشي جيري يمنى، أرضية، هو جول، هو جول. فعلها الرباطيون، أخيرا يسجلون بعد ضغط رهيب يا وليد يا الركراكي. فريقك أخيرا يصل إلى المرمى. هذا هو الفتح الرباطي بالإصرار، بعزيمة الرجال. يجي الجول، يجي التعديل. الكناوي وحده بلمسة وحده يقول يا كاندي معليش، نحن الأقرب للتاول، نحن الأبرز والأفضل في هذه المباراة. شوف الإعادة، عرضية من البادي، سوء المراقبة والمتابعة، وحده الكناوي بهدوء يضع في المرمى. هذه البداية ومازال هذه بداية مشوار البحث عن الانتصار لفريق الفتح الرباطي. هنا بدأت المباراة، هنا نعود لنقطة الصفر، والفتح الرباطي لا يعرف الصفر. هنا الهدف في انتظار الثاني. إمكانية بالمعاشي، كرة في الجهة اليسرى، هذا هو لاعب محمد فوزي، عطاهم ركلة جزاء. نعم، لمسة يد داخل المنطقة. هذه الإعادة، لمسة يد، وبالتالي هنا فرصة للفتح الرباطي. إذا لم يسجل الفتح من ركلة جزاء، يعني الأحسن أنه لا يشارك في كأس إفريقيا في السنوات القادمة. إذا ضيعها يخلي فريق آخر يشارك في المسابقات الإفريقية. إذا سنتابع ركلة الجزاء، والأمل موجود والفرصة موجودة بعد 7 فرص حقيقية. هذا هو اللاعب فوزير الدولي المغربي. نعم، أعلم بأن الضغط سيكون كبير جدا على الفتح الرباطي في هذا الوقت. هدف حاسم يعبر به الفتح الرباطي إلى الدور القادم إن شاء الله. إذا سنتابع ركلة الجزاء فوزير، وهذا هو الحارس أكاندي أسيليو. يخوف لي هذا الحارس، هذا عفريت مش حارس، هذا عفريت اللي خرج للفتح الرباطي اليوم في الرباط. هذا عفريت خرج في ليلة من الليالي بالرباط وقطع كل شيء على فريق الفتح الرباطي. قد أرعب لاعبي فريق الفتح الرباطي. والآن شوف التحركات هذا الحارس، وكأنه يقول للاعبي الفتح الرباطي يعني لن تفرحوا كثيرا. كانوا يقول هذا العفريت أكاندي للاعبي الفتح لن تفرحوا كثيرا، ولكن إن شاء الله فوزير يجيبها في الشباك، وبالتالي خلصنا من هذا العذاب ومن هذه المعاناة في مباراة صعبة ومثيرة كان ممكن تفادي حساباتها لو الفتح الرباطي عرف كيف يقتنص النقاط خارج أرضية الميدان. إذا 3 دقائق
على نهاية الوقت الأصلي، ومحمد فوزير أمام واكاندي. السيميو في لحظة فارقة وفي لحظة حاسمة. نعم يا محمد يا فوزير، يتلقى الإشارة، فوزير يتقدم، فوزير جول، فوزير جول، فوزير جول. العاصمي يفعل أخيرا، العاصمي يريحنا أخيرا، العاصمي برد الأعصاب، العاصمي يفعل في الدقائق الأخيرة، يرتاح ويريحنا الفتح الرباطي، يرتاح بالك يا وليد يا الركراكي، ويرتاح بالك يا جمهور الفتح الرباطي. بهذه الطريقة، طريقة البانيكا، حتى في هذا الوقت الصعب يتفنن فوزير على طريقة الشهير بانيكا، ويقول يا كاندي السيميو معلش معلش معلش، خذها في المرمى، خذها في الشباك من غير معقولة بيتال. طريق الفتح الرباطي إلى الدور الرباعي. كم هي مثيرة هذه المباراة، كم هي صعبة.